النهاردة هنتكلم عن دراسة تعتبر المفتاح لمستقبل الطاقة النظيفة. بس قبل ما نتكلم عن الدراسة بتاعت النهاردة، أنا عايزة أشكركم جدا جدا على متابعتكم اليوتيوب، القناة بتاعتنا على اليوتيوب. بشكركم جدا على متابعتكم وعلى تعليقاتكم الحلوة الجميلة وعلى متابعتكم لصفحة الفيسبوك. بجد أنا أصلا أول ما عملت القناة دي ما كنتش متخيلة إن الناس هتحب فكرة ان العلم بتاع الأحياء الدقيقة ان هو يتبسط ويتقال في فيديوهات على اليوتيوب. بس بجد انا مبسوطة جدا بان انتم متابعين ده وان انتم مبسوطين بالموضوعات اللي انا بقدمها، ومبسوطة كمان ان انتم بتقولوا ان الشرح بيكون بشكل مبسط، ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لي، لان الناس شوية بتستثقل علم الأحياء الدقيقة. حتى الطلبة في الكلية بتقول يعني ان ده يعتبر من اصعب العلوم اللي بتدرس في الكليات اللي لها علاقة بالبيولوجي، وبيقولوا ان مثلا دولة الظلم ساعة وسيكشن المايكرو 3 ساعات. فهم يعني في حالة كوميكس كده على العلم بتاع الأحياء الدقيقة دي. فأنا مبسوطة جدا ان انتوا مبسوطين بالموضوعات اللي احنا بنطرحها في القناة بتاعتنا، ويا ريت لو تقولوا لي اي تعليقات ليكوا او اي موضوعات عايزين نتكلم فيها تكون بتخص الأحياء الدقيقة، قولوها لي سواء على الكومنتس في التشانل او في الفيسبوك. وممكن برضو هتلاقوني على تويتر وعلى انستجرام بنفس اسم الصفحة بتاعتنا بيتري لايف. النهارده بقى هنتكلم عن الدراسة دي تعتبر زي ما قلنا هي المفتاح لمستقبل الطاقة النظيفة. يعني ايه؟ يعني احنا الطاقة دي نقدر ان احنا ناخدها بشكل نظيف للبيئة، ما نبقاش محتاجين الوقود الحفري، ما نبقاش محتاجين البترول، ما نبقاش محتاجين ان احنا نعمل اي حاجة فيها تلوث للبيئة. كمان مش هنبقى محتاجين الطاقة الخطرة بتاعة الذرة بتاعة الطاقة النووية. ليه بقى؟ ايه هي الدراسة دي؟ هنتكلم عنها، بس عايزة اقول لكم ان للأسف الدراسة دي دراسة إسرائيلية، علماء إسرائيليين هم اللي قاموا بيها. الدراسة دي بتتكلم عن ان احنا ممكن عن طريق البكتيريا ان احنا ننتج الطاقة او نولد الطاقة. طيب الطاقة معروف ان احنا بنقدر ننتجها بطرق عديدة، ممكن ان احنا نولد الكهرباء كمان بطرق عديدة، زي مثلا ان احنا نولد الكهرباء عن طريق البترول اللي هو الوقود الحفري بشكل عام، او الغاز الطبيعي، او حتى عن طريق اشعة الشمس، ان احنا نستخدم انظمة تحويل اشعة الشمس لطاقة احنا نقدر نستخدمها سواء في الكهرباء او في غيرها من الحاجات اللي احنا بنحتاج فيها الطاقة. النهارده احنا هنتكلم عن طريقه بيولوجيه حيويه. الدراسه اللي هنتكلم عنها النهارده هنستخدم البكتيريا الضوئيه اللي هي السيانوبكتيريا او بنسميها برضو البكتيريا الزرقاء في توليد الطاقه وتوليد الكهرباء طبعا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن البكتيريا الضوئيه دي او البكتيريا الزرقاء والسيانوبكتيريا دي، اتكلمنا عنها في فيديوهين قبل كده. ممكن ان احنا هنحط اللينكات بتاعه الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا فيها. احنا اتكلمنا في 2 فيديو على الموضوع دوت. اتكلمنا الاول عن ايه البكتيريا دي، ازاي بتعيش وبتبقى متواجده فين، واتكلمنا عن الحاله بتاعتها، ازاي البكتيريا دي بتنور اصلا، واتكلمنا ازاي الصيادين بيقدروا ان هم يشوفوا فعلا الاناره بتاعه البكتيريا دي، وان ازاي شكلها، وعرضنا صور كمان ازاي شكلها بيكون منور فعلا في البحر. هحط لكم اللينكات بتاعت التو فيديوز او الفيديوهين اللي احنا اتكلمنا فيهم عن البكتيريا الضوئيه دي، علشان اللي ما كانش متابعها يتابع معانا. فاحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن البكتيريا الضوئيه دي، وقلنا ان هي بتسمى البكتيريا الزرقاء، ده نتيجه للون اللي هي بتنور بيه، بيبقى مدي لون ازرق كده، فعشان كده احنا مسميينها البكتيريا الزرقاء. كمان هي بكتيريا ضوئيه لان احنا زي ما قلنا ان هي بتنور فعلا، وشرحنا ازاي التفاعل الكيميائي اللي بيحصل بيخلي البكتيريا بتنور. ممكن نقول يعني حاجه مختصره كده عن البكتيريا. احنا قلنا ان هي بتعيش في البيئات المائيه زي البحار او المحيطات، وان هي عن طريق تفاعل كيميائي بتنتج طاقه ضوئيه. الطاقه الضوئيه دي بتخلي البكتيريا بتدي اناره من الخليه نفسها، بتدي اناره، فبتكون البكتيريا منوره. ولما بيكون في البحر مثلا في تجمعات من البكتيريا دي، بتبان على السطح بتاع الميه ان هي منوره. البكتيريا دي بتستخدم آليات التمثيل الغذائي وعمليات التنفس وهضم السكر. بتستخدم الطاقة اللي هي بتستخدمها علشان تعمل الآليات دي، بتستخدمها من طاقة الشمس، الطاقة الشمسية، من الطاقة الضوئية بتاعت الشمس. طيب احنا ازاي بقى هننتج منها طاقة او هنولد منها طاقة؟ الآليات بتاعت التمثيل الغذائي للبكتيريا دي وعمليات التنفس بتاعتها بتنتج هيدروجين. الهيدروجين ده احنا هنستخدمه ان هو يكون السبيل لتوليد الطاقة بشكل نظيف. طب ازاي بقى؟ وايه موضوع الهيدروجين اللي هي بتنتجه دوت؟ هنشرح مع بعضينا دلوقتي تركيب الاول الخلية فيها مركب او عضو من الاعضاء بتاعه الخليه اسمه الفايكوبيليسوم. الفايكوبيليسوم دوت بيكون عباره عن زي اريال او انتنه، زي الانتنه بتاعه التليفون او الاريال بتاعه التلفزيون. الاريال او الانتنه ده بيمتص اشعه الشمس الموجوده، بيمتصها على نطاق واسع جدا، يعني بيمتص شدتها مهما كانت شدتها، بيمتص الاتساع بتاعها. يعني لو اشعه الشمس
بتغمر اماكن كتير، بتقدر انها تمتص كل اشعه الشمس حسب الويف لينث بتاعها او الطول الموجي بتاعها وحسب الشده بتاعتها، بتقدر تمتصها بشكل معين. سبحان الله، ربنا خالق لها الميكانيزم ده ان هي بتعمل ده بشكل طبيعي في حياتها بشكل عام. تمتص الاشعه بتاعه الشمس دي وبتستخدمها في عمليه التمثيل الغذائي، بتوجهها لمراكز التفاعل الكيميائي داخل الخليه وبتستخدمها في عمليه التمثيل الغذائي. هي بتعمل الحكايه دي بشكل في كفاءه عاليه جدا وفي فاعليه جامده جدا، ان هي تقدر تستخدم اشعه الشمس بكافه اطيافها وبكافه الاطوال الموجيه بتاعتها، فانها تدخل اشعه الشمس في عمليه التمثيل الغذائي بتاعها. اللي بيحصل انها لما بتوجه اشعه الشمس دي لمراكز التفاعل الكيميائي داخل الخليه بتقوم بكسر جزيء الميه. عشان كده احنا قلنا ان هي البكتيريا الضوئيه دي بتبقى متواجده في البيئات المائيه، فالبيئات المائيه جزيئات الميه اللي حواليها دي بتكسر جزيء الميه. لما بتكسر جزيء الميه زي ما احنا عارفين ان جزيء الميه بيتكون من H2O، يعني هيدروجين واكسجين، العنصر بتاع الهيدروجين والعنصر بتاع الاكسجين. فهي بتكسر الجزيء بتدينا هيدروجين وبتدينا اكسجين. عشان كده بنقول كمان ان البكتيريا دي هي عباره عن مصدر حيوي ومهم جدا للاكسجين في الغلاف الجوي، لان هي بتنتج لنا اكسجين. طيب احنا دلوقتي في الانتاج الثاني، العنصر الثاني اللي هو الهيدروجين. عنصر الهيدروجين لما بتكسر الجزيء بتاع الميه وبتخرج لنا الهيدروجين، الهيدروجين ده هو العنصر اللي احنا بنستخدمه في انتاج الطاقه النظيفه. طب هو اصلا في سلسله التفاعل في الخليه بيبقى الخليه بتستخدمه في ايه؟ الخليه بتستخدمه في ان هو بيديها الطاقه اللازمه للبقاء، بيديها الطاقه اللازمه لانتاج الغذاء، و الانسان ممكن ان هو يستغل الهيدروجين ده بقى في انتاج الطاقه بشكل خارجي، الطاقه اللي هو بيحتاجها زي مثلا توليد الكهرباء. فالباحثين في الدراسه اللي احنا بنتكلم فيها دي استخدموا الهيدروجين في ان هو يكون المصدر الرئيسي للطاقه النظيفه في انتاج الكهرباء. في الحاله دي احنا مش هنبقى محتاجين اي عمليه ميكانيكيه خالص علشان ننتج الكهرباء، ولا محتاجين عمليات حرق الوقود الحفري ولا اي حاجه بتضر بالبيئه. احنا جاست ان احنا بس بنعمل حصاد للهيدروجين اللي بتكونه البكتيريا، ونبتدي ان احنا ندخله في انتاج او توليد الطاقه ايا كانت الطاقه اللي احنا محتاجينها. كمان مش هنبقى محتاجين الطاقه الخطره بتاعه طاقه الذره او الطاقه النوويه، مش هنبقى محتاجين ده خالص. احنا هيبقى بالنسبه لنا صناعه الطاقه كلها حاجه نظيفه جدا، فيها امان وفيها حمايه للبيئه وفيها سهوله في حصاد عنصر الهيدروجين ده من الخليه. والحاجه المبهره في العمليه دي ان البكتيريا، خليه البكتيريا نفسها مش بتتاثر، مش بتصاب باي ضرر، لان دي عمليه طبيعيه البكتيريا بتعملها في حياتها، فتقدر ان هي تولد هيدروجين تاني. يعني الانسان يقدر ان هو يعمل حصاد للهيدروجين المتكون، تقدر البكتيريا انها تولد هيدروجين تاني علشان يبقى عندها طاقه للبقاء وعشان يبقى عندها طاقه لانتاج الغذاء. في حال ان احنا نستخدم الدراسه دي او الفكره العلميه دي في ان احنا نستخدم حاجه بيولوجيه سيف امنه وما فيهاش اي فكره ان احنا مثلا محتاجين نستخدم الذره مثلا او الطاقه النوويه بشكل عام علشان نحصل على طاقه، او مش محتاجين ان احنا نحرق وقود حفري، في الحاله دي لو احنا وسعنا نطاق استخدام الفكره البيولوجيه دي هنبقى مش محتاجين لاي حاجه بتضر البيئه او اي حاجه بتسبب اي خطر، والدول ساعتها هتقدر انها تعمل توليد الطاقه ده بمنتهى السهوله وهيكون متوفر. احنا في الحاله دي هنبقى محتاجين ان احنا نعمل محطه توليد طاقه كهربيه عباره عن مستعمره كبيره من الخلايا البكتيريه من السيانوبكتيريا او البكتيريا الزرقاء، ونبتدي ان احنا نعمل حصاد للهيدروجين، عنصر الهيدروجين اللي بتكونه البكتيريا تلقائي في حياتها الطبيعيه بشكل طبيعي جدا. هنعمل حصاد للهيدروجين ده ونستخدمه في توليد الكهرباء، وهيكون بالنسبه لنا وقود هيدروجيني نظيف في انتاج الطاقه وفي توليد الكهرباء. بكده هنلاقي ان البكتيريا الزرقاء او السيانوبكتيريا او البكتيريا الضوئيه بتوفر لنا فرصه فريده لان احنا نستفيد استفاده كامله من امكانيات نظم تحويل الطاقه البيولوجيه وانتاج طاقه نظيفه بيئيا زي ما قلنا وامنه زي ما قلنا برضو، كبديل يعتبر بديل فعال وجذاب للوقود الحفري. ومش هنكون محتاجين ان احنا نتعب قوي في ان احنا ندور على البكتيريا دي او على الخليه دي، لان هي مش حاجه نادره. بالعكس، هو الجميل في الامر ان الخليه بتاعه بكتيريا الضوئيه او البكتيريا الزرقاء او السيانوبكتيريا دي تعتبر اكبر واهم مجموعه بكتيريه على وجه الارض. يعني معنى كده ان هي متوفره جدا، يسهل عزلها ويسهل تنميتها، وسهل جدا ان احنا نقدر نعمل محطات كبيره لانتاج الطاقه ولتوليد الكهرباء عن طريق الفكره البيولوجيه دي. فكره
بسيطه جدا سهله التنفيذ. لو احنا اهتمينا ان احنا نولد الطاقه بشكل نظيف بالشكل ده، هنحافظ على البيئه، هنحافظ على الغلاف الجوي بتاعنا، كمان هنحافظ على فكره الامان، ان احنا مش محتاجين اي طاقه نوويه او اي طاقه ذريه ان احنا نكون محتاجينها علشان الطاقه، علشان توليد كهرباء. احنا هنكون بنولد الكهرباء بشكل نظيف جدا من عنصر بيولوجي سهل ومتوفر عندنا، وسهل جدا ان احنا نحصد منه الهيدروجين، ويعتبر وقود هيدروجيني نظيف علشان نحصل على كهرباء. انا بشكركم جدا على متابعتكم، ومنتظره ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو عجبكم محتوى القناه. ممكن تعملوا سبسكرايب للقناه لو كنتوا على اليوتيوب، وممكن تعملوا لايك للصفحه لو كنتوا على الفيسبوك، وممكن تعملوا شير كمان، وكمان ممكن تضربوا الجرس على اليوتيوب لو عايزين يوصل لكم دايما كل جديد بيحصل على القناه بتاعتنا. شكرا لكم جدا.